بوغيسان يتابع إمارة اللي في الغسيل تصل منطقة الجزائر يقرب لها الدفاع. هنا كرة اخذها اللاعب المغربي، انطلاقة من الناير يتقدم الناير عرضية والهدف لصالح الفريق المغربي. رصية وسام زكريا كل المنتخب المغربي سجل على طريقة السيري الماتادور يمنع تقدم للفريق المغربي. كرة اخذها الناير عرضية من الناير يسجلها 18 زكريا سكو يمنع التقدم لصالح الفريق المغربي. انطلاقه واعده جدا من الناير اختطف الكره من المدافع الجزائري. شوفوا الغلطه هنا اقتلاس الكره من جنب الناير عرضيه من الناير راسيه من خلال وسام بلمسه واحده كافيه للوصول لمرمى الجزائر. راسيه رائعه من جانب السير الجديد من جانب زكريا يضع كرة للشبكة. لمسة رائعة من جانب زكريا الموجود في امستردام مع نادي اجاكس. الفريق المغربي يرجع كرة عند 24 حموني إصابة اللاعب الشهيد الشتاوي. هجمة للفريق المغربي، هذه بينية كرة خطيرة زكريا وسام جول وسام دو بيتا وسام ثنائية زكريا في شباك الجزائر. كرة سجلها وسام الهداف القادم بقوة في شمال الكرة الأفريقية. زكريا وسام بلمسة واحدة يدور الكرة الثانية في شبكة الجزائر. 2-0 كرة ضربت الدفاع الجزائري. زكريا وسام كان حاضر كان جاهز بلمسة واحدة يسجل، لكن في تدخل قوي بداية اللعبة، في تدخل يستمر اللعب كرة من حموني هنا التمريرة لضربة الدفاع الجزائري. كرة ضربة المدافع الأخير لمسة واحدة يسجل هو الثاني هو كريم ممر الجديد، هو نصيري، هو بصير، هو الشماخ، هو الهداف الجديد للكرة المغربية. والثاني يسجل ثاني هداف الفريق المغربي بلمسة واحدة يسجل. هل يتدخل الفار؟ العاب من أجل أن يخطف الأسبقية ونال ما أراد بهدف أول عن طريق وسام في الشوط الثاني. جاب الثاني كرة خطيرة والثالث الهدف الثالث للفريق المغربي. هذه المرة آدم شاكير، كرة قوية من شاكير يأكد التعال، يأكد الذهاب للمونديال، يأكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثية مغربية مستحقة. آدم شاكير في الشبكة، ابتسامة حامل عرين، فرحة الفريق المغربي بانتصار مهم جدا، انتصار يساوي بطاقة المونديال، انتصار يساوي مواصلة المشوار في هذه البطولة. كرة عرضية كيفما جاءت سددها شاكير غالت بها حماش. 3-0 ثلاثية تؤكد التفوق المغربي في هذا الموعد. كرة قوية شاكير يسدد بقوة. كرة تغالط الحارس الجزائري وتؤكد أن كل الطرق تؤدي يضمن الذهاب للمونديال ويضمن الترشح للدور النصف النهائي. نبارك لفتيان المغرب، هذا الترشح وحد سعيد وأوفر للفريق الجزائري.